متابعي الاعزاء، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل جاتو شاتو، حاجه جميله وسهله وامكانياتها موجوده عندنا في البيت وتغنينا عن شراء بره وكل التكاليف اللي احنا بنشوفها. احنا معانا كوبايه كبيره لبن، كوبايه سكر نفس الكوبايه، وكمان برضو كوبايه زيت برضو بنفس الكوبايه. طبعا معايا ورقة فانيليا، وده كيس كريم كراميل الباودر مش الصوص. كلهم على بعض كده نزلت بيهم مع الهاند بلندر. هخفق كويس جدا 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 لحد ما القوام يبقى معايا خفيف بالشكل ده. وهاجي قسمه الخليط نصفين. طبعا نصف انا حطيته على جنب، والنص التاني هخلط عليه عدد 2 بيضة مع طبعا معلقة خل مع ظرف فانيليا. كلهم على بعض بالشكل الجميل ده. طبعا معايا دقيق حسب ما تاخد معايا، واشوف القوام. انا مش هحدد كوباية ولا 2، لا انا طبعا بحط كمية قليلة، وبعد كده احتاجت ممكن اكمل، ما احتاجتش يبقى كده كفايه قوي. طبعا دي صينيه معايا انا كده بطنتها بالدقيق بعد ما دهنتها طبعا معلقه سمنه صغيره. وهنا الخليط معايا دخل الفرن على الشبكه على درجه حراره 170 درجه. وهنا طبعا الكريمه دي، هنا عندي 3 معلقه كريم شانتيه، معايا 2 معلقة باستر كريم، وكمان قليل من الماء المثلج او الساقع شوية. لو محتاجة تضيفي سكر عادي، لو مش عايزة خلاص كفاية. انا عن نفسي مش بحب احط لها سكر، فكده كويس السكر بتاعها، لان في الصوص اللي انا كنت حطيته على جنب قبل كده طبعا فيه سكر. وكده كلهم على بعض بالهاند بلندر خفقتهم، ادوني القوام والشكل الجميل ده. بعد ما خرجت طبعا كل الكمية انا طبعا سقيت بيها الكيكة، وبقت معايا بالشكل الجميل ده مع الصوص البني اللذيذ ده، واخدت الشكل الجمالي بالشكل ده. حاجة روعة، حاجة فاخر من الاخر. طبعا كمية حلاوة وطراوة وهشاشة، وحاجة جميلة جدا، وياريت تجربوها.